بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه رأيكم في الجمال ده؟ هنعمل مع بعض فراخ محشية فريك ومتحمرة بالطريقة دي من غير زيت ولا سمنة. طب ازاي متحمرة من غير زيت ولا سمنة؟ هتعرفي دلوقتي ازاي. بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا سبسكرايب لايك شير، وبشكركم جدا على كومنتاتكم اللي بتكتبوها لي. ويلا بينا عشان نشوف اتعمل ازاي. نبدأ بسم الله. انا معايا بصلاية، اولع كده البوتاجاز واحط البصلاية ومعاها معلقة سمنة بلدي كده محترمة او اي سمنة انت تحبيها، معلقة حلوة كده. الفريك بيحب السمنة بس ما تكونش زيت، اي سمنة انت عايزاها بس مش زيت. والفريك انا بستعمل فريك الضحى عشان بيبقى متنقي بصراحة ونضيف. انا هتعامل مع الفرخة على انها حمامتين. الحمامة بتاخد قبضة فريك، يعني ملو ايدك بكبشة ايدك كده، ملو كف ايدك وبتقبضي عليه كده هو فريك. فانا هتعامل على ان الفرخة قد حمامتين، فالفرخة هاخد لها قبضتين. البصلاية انا مش عايزاها تغمق، عايزاها تبقى شفافة بالطريقة دي كده. عندك كبد وقوانص انزلي بيها حلوة قوي، بس انا كمني كنت جايبة كمية فراخ فخدت الكبد والقوانص عملتها اكلة لوحدها. هنزل بقى كده اهو بالفريك مغسول. هو طبعا لو انت هتنقيه نقيه، انا فريك الضحى ما بنقيهوش، مغسول ومتصفي حلو قوي من ميته. بصي انا بوريكي ان انا كده هديت النار، بعد خلاص كده ما سقطت الفريك بهدي النار شوية، يعني بتبقى النار متوسطة، مش هادية قوي ولا هي عالية زي ما كانت الأول. والملح طبعا حسب الرغبة، بحيق بالملح وشوية فلفل أسمر. أنا بصراحة ما بحبش أكتر التوابل في الأكل، كتر التوابل في الأكل ما بتحسسنيش بطعم الأكل. ودي بشرة جوزة الطيب، بس ملح فلفل أسمر بشرة جوزة الطيب. حابة تحطي بهارات فراخ حطي، بس أنا ما بحبش التوابل كتير في الأكل. أنا عايزة أحس بطعم الأكل، مش عايزة أكل توابل. واشوحه كده مع بعض، اخلي كل حباية فريك تتشرب من السمنة والبصلة. وطبعا لو في كبد وقوانص تبقى حلوة قوي. هنزل بقى بشوية مية صغيرين عشان عايزة اخلي الفريك نص سوا بالظبط كده. بصي حبة مية صغيرين ازاي، انا عايزة الفريك بتاعي يبقى نص سوا علشان لسه هيكمل سواه جوه الفراخ. انا كده بقى هتعامل مع الفريك بتاعي معاملة الرز اللي عايزاه يتشرب. هنقله هو كده على عين اصغر وهوطيها كمان. بصي وطيتها خالص ازاي، كأني بالظبط رز بيتشرب وموطية عليه ومهدية عليه النار، وكده اهو اسيبه يتشرب. انا بقى معايا الفراخ بتاعتي، انا كنت عملت لكم قبل كده فيديو لمحلول النقع وتتبيل الطيور عموما، هسيب لك لينك الفيديو في صندوق الوصف. طبعا متبلاها وعاملاها في محلول النقع من الاول وغسلها ومنضفاها حلو ومفضيه كده. بصي مفرغه ما بين الجلد واللحم عشان لما اجي احشي الفريك. وطبعا الفرخه عشان احشيها فريك بخلي الفرارجي نفسه وهو بيذبحها اقول له افتحها لي فتحه حشو علشان ما يقطعليش عند الرقبه وعشان ما يفتحليش جامد من تحت. ادي بصي الفريك بتاعي مفلفل ازاي، هو كده نص سوا، هو كده مش سوا كامل عشان لسه هياخد بقية سواه جوه الفريك جوه الفراخ معلش. انا كده بقى هجيب الفرخة بتاعتي وحاولي الفراخ اللي هتحشيها فريك ما تبقاش كبيرة قوي. زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بعرفش البس كلافز وانا بعمل اكل، انا بتعامل بايدي،
فمعلش يا جماعة، محدش فينا وهو بيعمل الأكل في بيته بيلبس قلفظات، فشغل التلفزيونات دون مش بتاعي. معلش، أنا بتعامل بطبيعتي، ما بعرفش ألبس قلفز ولا بعمل أي حاجة. بصي بقى، ما بين الجلد واللحم كده كمان تحطي فريك، بس اوعي تكبسيه، اوعي تملي الفرخة فريك، تبقى الفريك معقول. ليه؟ علشان الفريك لسه هيكمل سواه فهيزيد، علشان ما يفرقعش في الحلة بتاعتك. بصي بقى، انا مش هخيط ولا حاجة، انا بصي بكتف بالطريقة دي كده. شفتي اتكتفت ازاي؟ وكل ده اول ما ينزل في المية المغلية هيقفل معاكي، ما تقلقيش. هنا بقى هاجي كمان من فوق من عند الرقبة، وبرضو هحشيها زي ما بحشي الممبار، ده اسهل كمان من الممبار لانه اوسع. وبرضو مكبس، برضو احط كده وافرد كده. بصي هفرد ازاي دلوقتي بايدي. ايوه، طبطب عليها كده اهو، افردها كده بالظبط كده، واحط وبرضو مكبس. حاول كده اهو اخليها مبططه، ما اخليهاش مكبوسه. وهلم كده وهجيب فتله واروح رابطه هنا من فوق من عند الرقبه، لان دي مش حمامه. الحمامه بتبقى الرقبه بتاعتها هنا ضيقه، فمش هتوقع الفريك، لكن دي فرخه، فالفرخه عند الرقبه بيبقى واسع، فلازم تربطيها بفتله. اهي بصي بقى بقت شكلها ازاي اهي. هكمل بقية الفراخ وارجع لك تاني. انا كده اهو حشيت ال3 فرخات، ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. انا كده حشيتهم اهون، وحاطه ميه على النار تغلي. الميه غليت معايا، هنزل بفرخه فرخه، واوعي تحطي الفرخه على وشها. اي حاجه عندك حشيها فريك تحطيها على ظهرها وما تقلبيهاش. بالظبط كده. وهنحط معاها ورق لورا وكام فص حبهان. انا بفتح الحبهان بالطريقه دي كده، شايفاها؟ بسن السكينه كده، او على الرخامه، تدوسي عليها كده على الرخامه تفتحيها كده، وكام فص حبهان كده بتحطيهم. بس كده كده الفراخ متبله. هنا بقى معلش المقطع ده ما تصورش معايا، انا بحطها في الفرن، بولع الشوايه، ما بولعش من تحت الشوايه بس، وبحطها على الصاج وبقلبها على كل ناحيه شويه، واول ما تطلع برش عليها ملح وفلفل اسمر، وبتطلع كده هو متحمره من غير زيت، من غير سمنه، من غير اي حاجه. وجربيها واكتبي لي في الكومنتات، واكيد من ايدك هتبقى احلى. بس ما تنسنيش سبسكرايب، لايك، شير. وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.